مامتي حبيبتي جايالي في زيارة لأمريكا تقعد معايا شوية. الغريب بقى إن أول ما ماما تيجي تزورني أنا بحس إن أنا رجعت بنت صغيرة تاني، عندي 15 سنة مثلا، مع إن أنا طول السنة هنا بشتغل وبسوق وبربي في ولادي وأوديهم التمرين وأجيبهم من التمرين وأخد قرارات كبيرة وأحل مشاكل وأعمل حاجات كتير جدا لوحدي من غير حتى ما أفكر. بس اول ما ابقى مع مامتي في اي مكان، يعني سواء هنا او حتى في مصر، انا معرفش ايه اللي بيحصل للشخصية المستقلة دي. والاغرب بقى ان انا مش بس بسألها في الحاجات الكبيرة المهمة، لكن فجأة كمان بلاقيني بسألها في اصغر الحاجات واحنا واقفين قدام رف في السوبر ماركت: يا ماما ايه رأيك في ده؟ يا ماما نجيب ده ولا نجيب ده؟ طب يا ماما نجرب دي ولا نجرب دي؟ رايحين سوا دلوقتي اقرب محل عربي مننا. هو فيه جزارة طبعا حلال ولحوم وغيره. انا عايزه اقول لكم ان انا ما بجيش المحل ده لوحدي ابدا، لازم لما كنت باجي لازم يا جوزي هو اللي بيجي يا اما انا باجي معاه، لكن انا عمري ما اجي لوحده. فطبعا مامتي معايا فهي اللي جت معايا. ما شاء الله الله اكبر، عنده اللحوم البيف وعنده خضار بقى وفاكهة، شبه كتير قوي اللي احنا نعرفه ومتعودين عليه. ده غير طبعا ان في المنتجات بقى اللي احنا عارفينها العربي الحلال بتاعتنا. بنيجي بقى هنا نجيب كل طلبات الشهر اللي مش بنلاقيها في مكان تاني. هنعملها بقى الفورية. دي البيكنج باودر. ده بودر اهو، ودي فانيليا. بحب قوي البلح ده. ان شاء ايوه الله. انا سايبك انتي تنقي عشان انا جنبك مش ما اعرفش حاجه. اللبان السماره. Mama, can we please? شفتوا المطره؟ شفتوا اللي حصل؟ لقيتنا ناقصين كام حاجه كده ما لقيناهوش في المحل التاني، ففي محل تاني موازي له برضو محل عربي حلال. فهنيجي عليه عشان برضو نبقى ايه، بنكسب دول وبنكسب دول. ايوه انا عايزين سميد بقى. ده نص الناشف. كيلو. خشن شويه اللي بيبقى حلو في البسبوسه. الخشن شويه اللي بيبقى حلو في البسبوسه. اعرفوا يا متعلمين. رف البسكوتات بقى والحلويات والحاجات اللي ايه اللي بنقف عندها في ساعتين اتنين. الممر اللي بنقعد فيه اكتر ما بنقعد في اي ممر تاني. لوحة مرسومة. الحمد لله على السلامة. أهلنا دول عندهم قدرة غريبة على إنهم يحولوا أي مكان من غربة لوطن. بجد أي مكان إحنا نبقى معاهم فيه أو هم يبقوا معانا فيه، فجأة كل حاجة بيبقى ليها طعم تاني. يعني حتى الأكل بيبقى له طعم مختلف، البيت بيبقى له ريحة وله دفى ما كانش موجود قبل كده. فجأة البيت فيه حركة، حد مستنيكي، حد بيقولك عاملة ايه النهاردة، حد بيودعك وانت رايحة شغلك، حد يقولك طيب بس على ما تغيري اكون سخنت الاكل. سلام، مزيكا مزيكا على وداني. فبجد دعوة من القلب، ربنا يبارك ويخلي كل أب وأم منورين حياتنا ويديهم الصحة والعافية ويرحم ويغفر لكل أب أو أم فرقونا وما بقوش معانا ولحد ما يجمعنا بيهم تاني. وبس كده، اشوفكم على خير، باي باي.